قال وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا، اللي هو يخدعك بإيه؟ باستغفار باللسان، فيقول لك اخربها واعمل واشرب ويا عم وزني واعمل عادة سرية وامشي مع بنات وتعالى بالليل استغفر خلص. مش هو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هيغفر لك، هو اللي قال كده صح؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم في سورة المزمل. فيقول له خلاص سهل، اعمل اللي تعمله واقعد شوية استغفر كده وخلاص. بيقول بقى بيضرب مثال، قال لي رجل من المنتسبين للفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر لي ذلك أجمعه، زي ما كان في الحديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالناس بتاخد الحديث ده بتغتر بيه، فيقول لك الحديث بيقول كده أنا بخربها طول اليوم وقبل ما أنام في 5 دقايق أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة خلص. مش هو الحديث بيقول كده؟ بص هذا المتجرئ، يعني هو ابن القيم بيمسكه وبيسلخه، بيقول له انت بتهزر، انت فاكر الكلام على النوع ده من الذكر. ودي قاعده جليله في الذكر، ان كل الاذكار الاجور اللي انت شايفها دي مش على نطق اللسان، انما على نطق اللسان مع حضور القلب، مع استحضار المعاني اللي هو اصلا بيؤدي الى مقصود الذكر. يؤدي الى مقصود الذكر. تعامل زي واحد خد حبايه كده كبسوله قال له ده الدواء، قال له اللي هي انهي يا عم الدكتور؟ قال له الكبسوله الحمراء. فراح اشترى كبسوله حمراء. قال يا عم مش دي، قال له هو قال لي كبسوله حمراء. فراح عند واحد لقى عنده كبسولات حمراء كتير كده، فقال له هات الكبسولات دي. قال له بس دي مفيش جواها حاجه. قال له مش مشكله، هو الدكتور قال لي قال لي خد الكبسوله الحمراء، ابلع انت بقى الكبسوله الحمراء لغايه يوم القيامه مش هتخف. فهو زي بالظبط كده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنبه، فهو مش هي دي. تعمل زي راح خد الكبسولة الحمراء من غير ما يكون جواه المادة الفعالة. فين المادة الفعالة؟ ما هي مش فكرة، مش في الكبسولة الحمراء، مش عشان هي حمراء، عشان جواها حاجة، جواها معنى، جواها قيمة. فأنت بتاخدت الكبسولة من غير ما يكون جواها حاجة. فهو بيقول يعمل كده، وكل الأذكار على كده. تتغرش بقى، من قال سبحان الله وبحمده غفر سال نخل في الجنة، بيتقال بطريقة معينة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم 100 مرة مثلا، الحديث الطويل لم يأتي أحد بمثل ما جاء به، لا بتتقال واخد بالك. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء 3 مرات في يوم لم يضره شيء. الكلام الكبير بقى انت بتسمعه، قالها ازاي زي ما احنا بنقولها كده في اذكار الصباح كده. فلازم في معنى، افهم بقول استحضره، اعيشه، اقوله بقلبي، ساعتها هلاقي اثر الذكر حصل. واثر الذكر هو اللي بيوصل لكده. مثلا ذكر زي سبحان الله وبحمده انت بتقوله بس انت مش حاسه. اولا المفروض انا لما انا مثلا اذنبت كده تمام، كلنا بنذنب، فحاجه اخر اليوم فعلا ناوي اقول سبحان الله وبحمده 100 مره بنيه ان ربنا يغفر لي ذنوب. هقولها ازاي؟ انا اصلا بقولها ليه؟ ان انا عندي ذنوب، بالتالي المفروض انا داخل اصلا نادم مبدئيا. مش بقولها استهتار، مش بقولها تقضية واجب، مش بقولها بما انك قلت كذا 100 مرة اذا لابد ان تغفر لي بدون اي حاجة. وهو ناوي يعمل بكرة. يعني هو بص المتجرئ ده هو بيقول انا كل يوم بعمل كده، يعني اذا هو حتى هو بيقولها ناوي بكرة يذنب الذنب تاني. اي توبة دي واي استغفار ده، وكيف ينفعه ذكر في هذه الحالة؟ المفروض انا مثلا هقول سبحان الله وبحمده 100 مرة عشان يتغفر لي ذنوب النهارده، ماشي قولها، بس اكيد المفروض نظريا ان انت ندمان، والا بتعمل كده ليه؟ والمفروض ان انت ناوي ما ترجعش للذنب دوت، وعايز بقى ان الذكر ده يساعد على محو اللي حصل. فسبحان الله وبحمده دي بتديك معاني. اولا سبحان تعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وده يترتب عليه التعظيم، والتعظيم بيترتب عليه الخوف. تمام؟ وبحمده، الحمد هو أن تنسب كل جميل إلى الله وكل كمال إلى الله، سواء من الصفات الذاتية أو الصفات المتعدية. وبحمده تذكرك بنعم الله عليك، كم أنعم عليك من نعمة تستحق الحمد. يتولد من الحمد الشكر والرجاء. طيب شكر ورجاء مع خوف وتعظيم يطلعوا حاجة في النص اسمها الحياء.
يعني هو عظيم وقوي ومنزه عن النقائص، في نفس الوقت بينعم عليا وبيعطيني وعمل لي وانا بعصيه. فيتولد في النص الحاجه اسمها ايه؟ الحياء من الله. فمفترضا على ما قلتها 100 مره تولد في قلبي او زاد في قلبي الخوف والحياء والرجاء والتعظيم والشكر والحمد والكلام دوت. المفروض اطلع مختلف. وهو دي الفكره، هو الذكر ده بيوصلك لحاجه، مش هو كلمات بتقال كده كانك بتضرب على الكمبيوتر كده تك 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 وهيطلع لك هتطبعها وخلصت. لا، في محتوى جوه. فانا لو قلتها بالدماغ دي، تخيل انا بقولها بالطريقه اللي انتوا سمعتوها ديت، بالطريقه دي تقوى على تكفير المعاصي. والذكر دائما، بص قاعده، المعصيه لها قوه ولها وزن، والذكر له قوه ووزن. عشان اقول ان ذكر يقضي على معصيه لابد ان يكون اقوى، صح؟ فانت لما عملت المعصيه، السؤال لما عملت المعصيه عملتها ازاي؟ يقول لك لا ده انا استمتعت بيها الصراحه وكنت مركز ومبسوط وبتاع. طب الذكر بقى عملته ازاي؟ معصيه ركزت فيها واستمتعت بيها وتلذذت بيها، هيقوى على تكفيرها ذكر كنت غافل فيه ولاهي فيه ومش فاهم انت بتقول ايه؟ يبقى على الاقل اعمل الذكر زي ما عملت ليه؟ المعصيه، عشان تقوى الحسنه على تكفير السيئه، والا هتكون السيئه اقوى من الحسنه ومش هتكفرها الحسنه ساعتها. طب ازاي اقول ذكر زي ما اقول ذكر تلذذ بيه زي ما كنت بتتلذذ بالمعصيه؟ ساعتها هقول لك بقى الذكر جاب نتيجته وقضى على الايه؟ على المعصيه.